النهارده بقى معانا احلى صينيه سمك مكاريلي في الفرن بالخضار بقى كده، وحاجه تحفه طعمها جميل جدا 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 وسريعه، مش هتاخد منكم اي وقت، طبعا مفيده جدا. وبتستوي بسرعه. بصوا من جوه السمك، طبعا المكاريلي طعمه تحفه، واحسن حاجه ان هو ما بياخدش وقت في السوا خالص، مع البصل بقى والطماطم والفلفل. طريقه جميله جدا وهتعجبكم. تعالوا نشوف مع بعض الطريقه. اول حاجه معانا سمك بوري. طبعا تستخدموا الكميه اللي انتوا عايزينها. احنا بنجيبه وبنفتحه لو الراجل منضفوش، وبنشيل قلبه وبنغسله طبعا، ولو فيه هنا من الجناب الزعانف بتاعته بنشيلها، وبنشيل راسه طبعا، وبنفتحه كله وبننضفه من جوه بالشكل ده كده. طبعا بيبقى فيه هنا دم، اتاكدوا ان انتوا بتشيلوه. وعندنا هنا طماطم متقطعه كده شرايح، وفلفل اخضر متقطع شرايح، وفلفل اصفر واحمر، فلفل الوان يعني. وعندنا هنا فلفل حامي كده، وعندنا ليمونه كده كبيره، وعندنا هنا حوالي 6 7 8 فصوص توم كده مفرومين. وعندنا هنا بصلايه كبيره متقطعه شرايح ومتقطعه مكعبات كده، وعندنا بشر جزر كده، وعندنا هنا 3 معالق كبار من الزيت، ومعلقه كبيره من الخل. والتوابل بتاعتنا بقى معانا معلقه كمون متوسطه، ومعلقه بهارات سمك، ومعلقه ملح، ورشه شطه كده، ورشه فلفل اسود. هنجيب بقى كبة او مفرمة صغيرة، هناخد بقى من كل حاجة كده حبة نحطها فيها، سواء الفلفل الاخضر وبشر الجزر، ناخد برضو شوية كده، وناخد من البصل برضو حبة اللي هما اللي احنا مقطعينهم مكعبات كده، وناخد برضو حوالي معلقة من التوم كده نحطها في المفرمة. احنا هنعمل خلطة نحشي بيها السمك. ناخد برضو من الطماطم والفلفل الالوان، هنفرمهم بقى ونرجع لكم. هما اتفرموا معايا كده. هنجيب بقى طبق ونحط فيه الفرم اللي احنا عملناه، وهنحط من التوابل معلقة صغيرة كده من الكمون وبهارات السمك والملح والفلفل ورشة الشطة كده، وهنحط شوية من الخل حوالي نص معلقة صغيرة، وبرده معلقة كده من الزيت. وهنجيب نص ليمونة كده برضو نعصرها عليهم، نشيل طبعا البذر منها. ولو مفيش ليمونة عندكم كبيرة ممكن تجيبوا ليمونتين صغيرين. ونخلط بقى الخليط اللي احنا عملناه ده كده، او التتبيلة اللي احنا عملناها اللي احنا هنحشي بيها السمك. وهنجيب بقى صينية دلوقتي هنحط بقى فيها الخضار ده كده، نرصها كده ونحطهم كده برصة حلوة، سواء الطماطم والفلفل كل حاجة معانا هنحطها. طبعا السمك ده بيحب الخضار الكتير، يعني مفيش مشكلة لما تكتروا، يعني طماطميتين كده كبار على فلفلايتين كبار، وفلفلاية الوان واحدة احمر واحدة اصفر، وكم فلفلاية حامية كده، والثوم برضو، وبشر جزراية، وبصلاية كبيرة. ممكن تزودوا بطاطس برضو لو بتحبوا البطاطس. نحط بقى البصل كمان كده، احنا مقطعينه حلقات، فاحنا ممكن نحطه كده نفرغه من بعض ونوزعه. والثوم نوزعه عليه برضو، بشر الجزر. هنحط بقى الخل برضو اللي معانا والزيت، هنسيب بس كده معلقة نرشها من فوق الوش السمك، ونحط برضو التوابل كده، نخلطهم ببعض الاول ونوزعهم كده على الخضار اللي معانا. نخلط بقى كده الخضار بالتوابل والزيت والخل. يعني احنا بعد ما رصيناهم قلبناهم برضو. دلوقتي بقى هنجيب السمك والتتبيله اللي احنا عملناها، هنحشي قلبه كده، ومن بره برضو نحشيها. طعمها يا جماعه تحفه جدا برضو. نتبلها من جوه ونحط من بره كده نفس الكلام. احنا هنكرر كله بنفس الطريقه. بقيه الخلطه اللي معانا بقى هنحطها كده من فوق الوش، ممكن برضو نحطها على الخضار، هتدينا طعم حلو جدا. طبعا لما الخضار هينزل ميته والسمك كده هيتفاعل معاه، هيدينا طعم حلو جدا.
ومعلقه الزيت اللي باقيه معانا كده هنرشها من فوق الوش على السمك كده، وبرده النص ليمونه هنرشه من فوق الوش. كل الحاجات دي كده لما هتستوي مع بعضها هتدي طعم رائع جدا جدا جدا. دلوقتي بقى هنسويها، احنا هنسيبها دلوقتي 10 دقايق بره كده تشرب مع بعض في التتبيله. عقبال ما نولع الفرن هنولعه على درجه حراره 200. 10 دقايق اول ما الفرن يسخن هندخلها لمده 10 دقايق كمان او 12 دقيقه بالكتير قوي، وهتبقى جاهزه معانا. هندخلها الفرن ونرجع لكم. اهي بقت جاهزه معانا بعد ما طلعت من الفرن. طبعا ريحتها حلوه جدا وسريعه جدا جدا جدا، وطبعا السمك ليه يعني جماهير كبيره. بصوا الميه بتاعته كده لما نزلت مع الخضار ومن جوه رائعه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا اشتراك لقناه لايف من مطبخ لولو. وبألف هنا وشفا، وشكرا على متابعتكم.